وقالوا الاخوان خرفان بودان انا ثوري، يا ابو دبور انا ثوري واثور عليك، تسجن مين يا ابن الشنطه؟ أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة، واسمحوا لي أن أتعرف معكم على أعضاء فرقة أطفال شوارع. فاحنا جمعنا في مدرسة مسرح، مدرسة في جيزويت جمعية، فاحنا كلنا كنا في ورشة قعدنا مع بعض سنة بنسرح بس، وبنعمل مسرح شارع. حلمنا بكل حاجة إلا ده ما حلمنا بيه، عمرنا في مرة ما قلنا إن نيلنا تروح عليه. جربت في عز ما تحزن تمشي في شوارعها وتشكي. لو افترضنا ان احنا جروب مبدع عندنا فكرة إبداعية ما، الفكرة الإبداعية دي هتقتل أول ما نقولها لأننا هنخاف من العواقب. احنا في حد بيخوفنا. جبنا ورا السيسي رئيسي ولا يوم من أيامك يا مبارك. كل الناس بتشاور عليك بطل، أيا كان اللي بتعمله هو مزعج فبطله. فاحنا هنعمل ايه؟ هنبطل. انا لا لو رئيسك ما كنتش يوم حبستك. النهارده نيابة شرق في محكمة شمال القاهرة قررت حبس المتهمين 15 يوم بتهمة الدعوة لارتكاب جرائم إرهابية، وجهت لأعضاء الفرقة تهمة استخدام شبكة المعلومات الدولية والدعوة لارتكاب جرائم إرهابية. كان نفسي يبقوا أطفال الشوارع جنبي هنا، لكن للأسف فاضيين لان هم دلوقتي موجودين في السجن. شويه شباب بيعملوا فيديو ساخر، الدوله خافت منهم وحبستهم. ده اخرهم، كاميرا موبايل بتهز. سياستي يا باشا، انا ماليش في السياق ده، انا عيل. مش تفريعة دي قناة، والمؤتمر جاب فلوس، والدولار هينزل تاني، وجزيرة اللي قال سعود. سي 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 انت رئيسي.